ازاي تخلي شخص ما يقدرش يتجاهلك ويكون مدمن على انه يبقى موجود في حياتك باستمرار ويفكر فيك باستمرار. الحلقة دي هتكون مقسومة لجزئين. الجزء الاول هبين لك الغلطات اللي حضرتك بتعملها بتخلي الشخص ده يبعد او بتخلي الشخص ده يكون ضمنك في العلاقة ويستخدم معاك اساليب كتير جدا نفسية سلبية تساعده انه يتحكم فيك طول الوقت. والجزء التاني من الحلقة هقولك على مهارة قوية جدا جدا تساعدك انك تخلي الطرف التاني ده يبطل يتجاهل او يبطل يهملك ويفضل يفكر فيك طول الوقت. واول غلطة بتساعد الشخص ده ان يتجاهلك وبتساعد الشخص ده ان يبعد عنك وكمان يعاملك بمزاجه هي فكرة الحنين. فكرة ان حضرتك حنين مع الشخص ده زيادة عن اللزوم، حضرتك طيب جدا جدا مع الشخص ده زيادة عن اللزوم، وده لان حضرتك طول الوقت مبين للطرف التاني ده ان الحنية والتسامح جواك هي عبارة عن صفة موجودة في حياتك. يعني انا من صفاتي ان انا شخص متسامح. يا سيدي انت غلطت فيا، يا سيدي انت تجاهلتني، يا سيدي انت عملتني باسلوب مش كويس، تمام؟ وبتفضل تتجاهل طول الوقت وبتفضل تكلمني باسلوب لا يليق بيا، ولكن اول ما بتقول لي انا اسف او من غير ما تقول اي حاجة انا من طبعي ان انا طيب جدا وبسامح جدا جدا جدا. هنا الطرف التاني بيبدأ ياخد الصفة دي باسلوب غلط، بيبدأ ياخدها ان ده روتينك انت، ده روتينك الحقيقي، انت كده كده طيب كده كده بسيط، سهل يضحك عليك وسهل ان يتجاهل وسهل ان يعاملك بالاسلوب اللي هو عايزه. يعني تقدر تقول كده هو مش خايف من زعلك ولا خايف ان يصحى في يوم من الايام يلاقيك عامل له بلوك او يلاقيك مختفي من حياته او يلاقيك قاطع التواصل مع الشخص ده او بتستخدم معاه اساليب من اساليب الصمت. ما بيبقاش خايف من حاجة زي دي. ليه؟ زي ما قلت لك هو شايف ان حضرتك طيب جدا معاه وبتسامح بسهولة جدا. ولكن لك ان تتخيل انك لو جيت عودت الشخص ده على فكرة ان الطيبة والمعاملة الكويسة انا بظهرها ليك علشان معاملتك ليا، انا بظهرها ليك لما انت تكون كويس معي، انا بظهرها ليك لما تعاملني بما يرضي الله او تعاملني بالمعاملة اللي انا استحقها. يعني عاملتني كويس بعاملك كويس، تجاهلتني وبعدت عني بعاملك اسوأ معاملة انت ممكن تشوفها. ممكن اتجاهل، ممكن ابعد عنك، ممكن اقطع التواصل، ممكن اسافر واسيب البلد كلها واعيش حياتي، انت كده كده مش فارق معايا. زي مثلا برضو لو الشخص ده حاول يقلل منك في قعدة او حاول يقلل منك مثلا بينك وبينه ولقيت مفيش منه احترام، في الوقت ده انت لازم تبدأ تبين له الوش التاني، الوش اللي مش طيب، وانك خلاص بطلت انك تسامح بسهولة وتبدأ تقول للشخص ده ان اسلوبك ده مش عاجبني، انا ما بحبش الاهتمام ده ولا بحب معاملتك دي ولا بحب الطريقة اللي انت بتعاملني بيها. يا هتعاملني كويس وتعاملني بما يرضي الله يا كل واحد يروح لحاله، علشان بجد اسلوبك ده مش عاجبني وانا ما بحبش الطريقة دي. والنتيجة اللي الطرف التاني هيبدأ يلاحظها بعد ما تبدأ تستخدم الاسلوب ده، هيبدأ يقول انه لما بيبقى كويس معاك انت بتكون كويس معاه، وانه لما بيتجاهل وبيعاملك بطريقة مش كويسة انت كمان بتتجاهل ومش بتعامله بطريقة كويسة، وبيكون عندك استعداد طول الوقت انك تبعد عنه وانك تسيبه وانك تتجاهله خالص وما بتكونش متمسك بيه. لكن لما يحترمك ويقدرك ويخاف عليك هنا الوضع بيختلف. فتقدر تقول كده في النهاية انك بتوصل للطرف التاني رسالة ان حضرتك لما بتعاملني بطريقة كويسة انا كمان بعاملك بطريقة كويسة. انا مش طيب ولا حاجة، انا طيب مع الناس اللي بتحترمني، طيب مع الناس اللي بتشيلني على راسها، طيب مع الناس اللي بتقدرني. لكن فكرة انك تقلل مني او فكرة انك تتجاهلني او فكرة انك تبعد عني وفاكر ان انا هسامح بسهولة وفاكر ان انا هعديها بسهولة، ما عنديش انا الجو ده وما اقدرش اعمل حاجة زي دي. وحتى لو روحي فيك ما احبش ان انا اكمل معاك ولا احب ان انا اكمل مع حد بيحاول ان يقلل مني. انا بكافئك على ان اكون كويس معاك، انا بكافئك على ان اكون طيب معاك، انا بكافئك على اني ابتسم واكون انسان كويس معاك لمجرد انك بتحترمني وبتقدرني، مش اكتر من كده. السبب التاني ان الشخص ده يتجاهلك ان دايما مشاعرك ايجابية مع الطرف التاني، ما بتقدرش انك تتحكم في عواطفك ولا بتقدر تتحكم في مشاعرك. زي مثلا الشخص ده جه في وقت من الاوقات وعمل لك موقف رومانسي، جاب لك هدية، عمل لك حاجة كويسة او مفاجأة كويسة او قال لك كلمتين حلوين، انا بحبك، انا بموت فيك، انت احسن حاجة في حياتي، جاب لك مثلا ساعة هدية، ايا كان الموقف الايجابي اللي الشخص ده عمله في وقت من الاوقات، بتفضل انت عايش طول الوقت على اللحظة الإيجابية دي
وتفضل مبين للشخص ده ان لحظات البدايات اللي كانت في العلاقة انت عايش عليها، وانا بحبك ومستحملك وبموت فيك، مستحمل التجاهل بتاعك، مستحمل انك بتغيب عني، مستحمل انك ما بتردش عليا غير بمزاجك، مستحمل انك بتعاملني بالطريقة اللي انت عايزها. انت كده بتوصل لي مشاعر ايجابية، كده بتبين لي ان عواطفك ومشاعرك للأسف الشديد انت مش قادر تتحكم فيهم، مش قادر تتحكم في ان امتى تخرج عواطفك ومشاعرك تجاه الشخص ده، وامتى المفروض انك تحذفها خالص قدام الشخص ده علشان تعلمه الأدب. فدي نقطة من النقاط اللي المفروض بتخلي الطرف التاني للأسف الشديد يتحكم فيك بشكل كبير جدا. فدايما حاول على قد ما تقدر ما تخليش طول الوقت حياتك تكون رومانسية، ما تخليش طول الوقت حياتك تكون ماشية بإيجابية، ما تخليش طول الوقت حياتك مع الطرف التاني تكون ماشية بمثالية. هو عمل لك موقف جميل، عمل لك مفاجأة حلوة، اوكي تمام، اديله حقها وخليك فرحان في اللحظة اللي عمل لك فيها المفاجأة، لكن مش كل يوم لازم احسسه ان المفاجأة دي كانت اجمل حاجة في حياتي، وان انا عايش بقالي سنة كاملة على المفاجأة اللي انت عملتها لي، وانا سعيد ومبسوط علشان انت في وقت من الاوقات جبت لي ساعة، سعيد ومبسوط عشان انت خرجتني في وقت من الاوقات، سعيد ومبسوط علشان انت عملت لي مفاجأة في وقت من الاوقات. لا مش كده، انا بفرح في الوقت اللي المفروض افرح فيه، وبزعل في الوقت اللي المفروض ازعل فيه، بتجاهل في الوقت اللي المفروض اتجاهل فيه، وبهتم في الوقت اللي المفروض اهتم بيه. انا مش بقول انك ما تعبرش عن فرحتك وسعادتك، ولكن حاول على قد ما تقدر انك تعمل كنترول على نفسك، وما تكونش اوفر قوي في تعبيرك للموقف اللي موجود قدامك، وحاول على قد ما تقدر انك ما تديش الامور اكتر من حجمها، علشان الطرف التاني يكون عنده استعداد يديك اكتر ويهتم بيك اكتر. السبب الثالث اللي بيخلي الطرف التاني ده يهملك، وبيخلي الطرف التاني ده يتجاهلك، وبيخلي الطرف التاني ده للأسف الشديد يعاملك بالطريقة اللي هو عايزها، هي فكرة انك بتحاول طول فترة العلاقة تبين للطرف التاني ان انا مش بتاع مشاكل، انا مسالم جدا جدا في حياتك، بحبش اعمل مشاكل خالص، انا بحب طول الوقت بس ان راضيك واعمل الحاجة اللي حضرتك عايزها مش اكتر من كده. فكرة انك تروح تقول للشخص اللي موجود في حياتك ان الاسلوب ده مش عاجبني، وان الطريقة دي مش عاجباني، طريقتك في التجاهل اصلا انا ما بحبهاش، لو سمحت كلامك ده انا ما بحبوش، اسلوبك ده انا ما بحبوش، طريقتك دي انا ما بحبهاش. فكرة انك تعترض على الحاجة اللي انت شايفها مش عاجباك في العلاقة، الاسلوب ده والطريقة دي، ده طبعا لما تعمل كده باحترام من غير ما تعمل كده بصوت عالي وتخلي الطرف التاني يقلب الترابيزة عليك، ولكن انا بتكلم باحترام، انك تبين اعتراضك او تقول لا على الحاجة اللي مش عاجباك. انت كده بتخلق نوع من الإثارة في العلاقة، انت كده بتخلق حالة من الشد والجذب بينك وبين شريك حياتك، فبالتالي العلاقة عمرها ما هيكون فيها نوع من الملل. وعلى فكرة الطرف التاني لو كان كويس معاك، او الطرف التاني بيعاملك بما يرضي الله، او الطرف التاني مش بيتجاهل ولا بيستخدم معاك الألاعيب النفسية اللي بتساعدك انك نفسيا ما تكونش متزن، لو كان الطرف التاني ما بيستخدمش معاك الألاعيب دي كلها وكويس معاك، فأكيد انت ما كنتش هتفتح الحلقة دي، ولا أكيد زمانك بتتفرج عليا دلوقتي. ولكن علشان انت حاسس ان في تلاعب بيحصل، وعلشان انت مش قادر تسيطر على الطرف التاني، وعلشان انت شايف ان الطرف التاني بيتحكم فيك وبيتحكم في العلاقة، فأكيد انت فاتح الحلقة دي النهاردة. علشان كده انا دايما بقول ودايما بنصح الشخص اللي بيعاملك بما يرضي الله، والشخص اللي كويس معاك، والشخص اللي شايلك على راسه من فوق، الحلقات دي كلها مش ليك، وانت مش محتاج الحلقات دي الا اذا انت محتاجها كنوع من الدعم النفسي، وفي نفس الوقت انك تكتسب خبرة في حياتك مش اكتر من كده، عشان لو جه عليك وقت من الاوقات وحسيت بتلاعب او حسيت ان في خطر في العلاقة، بتبدأ انك تستخدم المحاضرات اللي بقدمها لك كنوع من انك بتحاول تحمي نفسك مش اكتر من كده. ولكن حاول على قد ما تقدر انك لما تلاقي تلاعب من الشخص ده او تلاقي منه اسلوب مش عاجبك، حاول على قد ما تقدر انك تبين للطرف التاني ده انك قد ايه معترض على الاسلوب ده، قد ايه انت معترض على الطريقة اللي بيتجاهلك بيها، قد ايه انت كاره فكرة ان هو يتجاهل، او فكرة انه ما يردش عليك، او فكرة انه يقلل من قيمتك في العلاقة. حاول على قد ما تقدر ما تبينش انك مسالم وتعدي الامور دي على خير، لانك لو عديت مرة وعديت 2 وعديت 3 للأسف الشديد الموضوع هيتحول لعادة، والطرف التاني هيبدأ يعاملك بالأسلوب اللي هو عايزه،
وانت مطلوب منك بس انك تسامح وتعدي وتبين انك مسالم. ولو حاولت في يوم من الايام انك تعترض، للأسف الشديد هتلاقي منه معاملة انت ما كنتش تتخيلها. ده غير كمان ان هيتهمك ان عمرك ما حبيته، ولا عمرك قدرته، ولا عمرك وقفت جنبه في حاجة. لما الاقي اسلوب مش عاجبني او الاقي طريقة مش عجباني، لازم اعترض ولازم ابين ده، علشان الشخص ده يفضل طول فترة العلاقة يحترمني ويشيلني على راسه. مش لازم ابين طول الوقت ان انا شخص مسالم. السبب الرابع اللي مخلي الشخص ده يعاملك بمزاجه، ومخلي الشخص ده يتجاهلك، ومخلي الشخص ده يستخدم معاك أساليب كتير جدا نفسية بتأذيك انت نفسيا، هي فكرة انك بتبين للشخص ده طول فترة العلاقة انك مضمون، ومضمون قوي في العلاقة كمان. من الأساليب اللي دايما بتنجح أي علاقة في الحياة إن كل طرف من التاني بيدي لكل واحد مساحة. طب إزاي أقدر أدي مساحة؟ عن طريق إن حضرتك بتبين دايما إن عندك اهتمامات تانية. عندك صحاب محتاج تخرج معاهم، عندك صحاب محتاج إنك تقضي وقت معاهم، عندك تمارين محتاج إنك تقضي وقتك فيها، عندك أهل أنت محتاج إنك تقعد معاهم وتضحك معاهم وتفضفض معاهم كمان، عندك شغل أنت محتاج إنك تركز فيه كويس جدا ومحتاج إنك تطور من نفسك فيه، عندك شخص موجود في حياتك أنت محتاج إنك تهتم بيه وهو الطرف التاني ده. بالتالي أنت لما بتيجي تدي اهتمامات لصحابك وتمارينك وشغلك وسفرياتك، فانت في الوقت ده بتدي لشريك حياتك مساحة كبيرة جدا ان يعمل اللي هو عايزه. يعني تقدر تقول كده انت بتبين لشريك حياتك ان انا بهتم بيك وقت ما بكون فاضي، والوقت اللي مش بكون فاضي فيه بهتم عن طريق رسالة، بسأل عنك في مكالمة، لكن من الاخر كده لا انت بتطول معاه ولا بتركز على اخطائه ولا بتركز راح فين ولا جه منين ولا اتكلم ولا ما اتكلمش، ما عندكش وقت للكلام ده كله. فبالتالي الطرف التاني هيشوفك ان للأسف انت مش مضمون في العلاقة. ففكرة ان الطرف التاني ممكن يضمنك في العلاقة، او الطرف التاني يعاملك بمزاجه، او الطرف التاني يستخدم معاك اي ألاعيب نفسية، مش هتجيب معاك اي نتيجة خالص. ليه؟ لان حضرتك بكل بساطة تقدر تقول كده ان في عندك اهتمامات كتير جدا انت مركز فيها، فبالتالي الشخص التاني ده هيستغرب جدا، والشخص التاني ده هيحس من جواه انه مش قادر يتحكم فيك. واحنا كبشر الطبيعة البشرية بتاعتنا بتحب دايما انها تتحكم في الشيء اللي هي بتحبه، بتحب دايما انها تتحكم في الشخص اللي موجود في حياتها، راح فين جا منين، ما تمشيش مع ده، ما تكلمش ده، ممنوع الخروج، ممنوع انك تقعد بره، ممنوع ممنوع ممنوع. ولكن انت لو حاولت تكسر القاعدة دي بانك تعمل الحاجات اللي بتحبها والحاجات اللي دايما صح وبس، مش اللي هو اروح اعند واروح اقعد مثلا في اماكن ممكن تخلي الطرف التاني يقلب عليها الترابيزه، زي مثلا هي قالت لك ممنوع انك تخرج مع بنات، فتيجي انت تخرج مع بنات وتقول لها انا حر، لا ده ما ينفعش. هو قال لك مثلا ممنوع انك تلبسي كذا وتخرجي مع فلان، فتيجي تقولي له والله دول زمايلي في الشغل وانا حر البس واعمل اللي انا عايزاه، لا ده برضه غلط وما ينفعش. ولكن انا دايما بتكلم في حدود الاحترام والادب وفي حدود المبادئ اللي حضراتكم بتحترموا بعض عليها. ولكن عامة الطرف اللي متعود انك مضمون في العلاقة، او الشخص ده متعود انك خلاص مش قادر تعيش من غيره، لما تيجي تمارس الاسلوب اللي انا بقولك عليه ده هيبدأ يحس بعدم الامان. يعني فجأة كده هو ضمنك في العلاقة، فجأة كده هو شايف انك ما تقدرش تعيش من غيره، ولكن وقتها انت بينت ليه ان انا نازل العب رياضة، نازل الجيم عامة يعني، وفجأة انت برضو بينت ليه انا نازلة مع حنان، انا نازل مع اصحابي، الكلام ده كله. طب من امتى كان ليك صحاب؟ من امتى بتلعب رياضة؟ من امتى مهتم بشغلك قوي كده وبتذاكر عشان تطور من نفسك في شغلك والبوزيشن بتاعك يكون اعلى؟ من امتى انت بتاخد بالك من النقط دي؟ ده انت طول الوقت واخد بالك مني وطول الوقت مركز معايا، اتكلمت امتى ما اتكلمتش امتى، ده حتى المكالمات اللي بينا ما عدتش بتطول فيها، ما بقتش بتطول معايا وتسأل عني كتير وتسأل عن اخباري وعن احوالي، وفين وفين الوقت اللي بتكون فاضي فيه هو الوقت اللي انت بتتكلم معايا فيه. فلا اراديا كده هتكتشف ان الطرف التاني بيبدأ يتنازل عن كل شيء، بيتنازل عن اي حاجة موجودة حواليه، وبيركز في حاجة واحدة بس، وهي فكرة ان ازاي يقدم اهتمام ويقدم احتواء ويقدم حاجات كتير جدا في العلاقة علشان انت ترجع نفس الشخص اللي كان موجود في حياته ومضمون في العلاقة. يبقى الكفة هنا اللي تكسب،
الكفة اللي تبين للطرف التاني انك مضمون، ولا الكفة اللي تبين للطرف التاني ان انا عطيك مساحتك، عيش حياتك زي ما انت عايز، اعمل كل اللي نفسك فيه، والوقت اللي بكون فاضي فيه بكلمك فيه وبكون موجود معاك، مش اكتر من كده. اي كفة فيهم تكسب. طبعا الكفة اللي بتخليك دايما مشغول وبتخليك دايما عاتي مساحة للطرف التاني، علشان الطرف التاني هيبدأ هو اللي يجري وراك، وهو اللي يحاول يعمل أو يستخدم الدور اللي حضرتك كنت بتقدمه في العلاقة. دلوقتي احنا عرفنا مع بعض ايه هي الأخطاء اللي بتخلي الطرف التاني ده يتحكم فينا بشكل كبير جدا. دلوقتي هندخل بقى على الحيل النفسية القوية جدا جدا اللي من علم النفس الأسود، اللي هتساعدك بشكل كبير جدا انك تتحكم في الطرف التاني، وانك تخلي الطرف التاني كمان هو اللي يجري وراك ويفكر فيك طول الوقت، وباله يكون مشغول بيك باستمرار. تخيل معايا كده انك دايما بتقول لشريك حياتك معلش هكلمك النهاردة بالليل، ولما بيجي الليل بتبدأ تكلمه عادي في نفس الميعاد. هكلمك الصبح اول ما اصحى من النوم، ولما بتصحى من النوم بتتصل بيه في نفس الميعاد. هكلمك الساعة 7، ولما بتيجي الساعة 7 بتكلمه هقابلك النهاردة الساعة كذا، وفعلا بتروح علشان تقابله. دايما كل حاجة انت بتقول عليها انت بتعملها للشخص ده، وافي بكل وعودك، وافي بكل كلامك. من الطبيعي جدا ان الاسلوب ده هيساعد الطرف التاني انه ما يفكرش فيك ولا يحب انه يكون موجود معاك في العلاقة، ودي برضو من الاساليب اللي بتساعد الطرف التاني كمان ان يضمنك في العلاقة بشكل كبير جدا. ولكن على سبيل المثال الطرف التاني ده بيتجاهل، بيعاملني بطريقة مش كويسة، ما بيردش على مكالماتي، ما بيردش على الرسائل بتاعتي. وفي وقت من الأوقات كده بتقوم تبعت رسالة تقول له فيها إيه؟ بقولك أنا كنت عايز أحكي لك موضوع مهم كده، أو كنت عايز أتكلم معاك في موضوع مهم، فهل وقتك يسمح إن إحنا نتكلم مع بعض؟ طبعا أنت كده بينت للطرف التاني إن في حاجة مهمة أنت عايزه فيها، فبالتالي طبيعتنا إحنا كبشر النوع ده من الرسائل بيجذبنا قوي، بيخلي عندنا فضول كبير جدا اننا لازم نرد على الشخص ده. فمن الطبيعي جدا هيبدأ يرد عليك ويقولك خير، مالك، محتاجني في ايه اللي انت عاوزني فيه؟ فبالتالي انت هترد عليه وتقول له هكلمك النهاردة بالليل الساعة 9، او هكلمك النهاردة بالليل مثلا الساعة 10 لما اخلص اللي في ايدي واقول لك انا عايز منك ايه. فبالتالي طبعا الميعاد هيجي عادي، لكن المرة دي انت مش هتتصل ولا هتبعت رسائل، هتطنشه خالص ولا هتسأل فيه. طبعا الشخص ده عارف كويس جدا وحافظ كمان ان كل حاجة انت بتقول عليها انت بتعملها. اي ميعاد انت بتقول هتصل فيه انت بتتصل فيه، ولكن الميعاد ده انت مش هتعمل كده وهتتجاهل خالص زي ما انا قلت لك. طبعا في الوقت ده الاسلوب ده هيخلي الشخص ده يفضل يفكر فيك باستمرار، هو ليه ما اتصلش، هو ليه ما اتكلمش، لان بكل بساطة هو ما كانش متوقع منك الاسلوب ده، ما كانش متوقع منك الطريقة دي. ولما يبدأ مثلا يبعت رسالة علشان خاطر يسألك فيها هو انت ما كلمتنيش ليه؟ استنيتك في الميعاد اللي قلت لي عليه ولكن انت ما اتصلتش ولا اتكلمت. خير، هو في ايه؟ هتيجي انت في الوقت ده تطنش الرسالة وتقعد ساعتين 3 4، تقعد لتاني يوم ما تردش عليه، وبعد كده هتبدأ ترد عليه وتبدأ تقول له معلش انا كنت مشغول جدا ومعرفتش اكلمك. طب والموضوع اللي انت كنت عايزني فيه؟ هتبدأ تقول له خلاص مش وقته، خليها وقت تاني. الاسلوب ده بكل بساطة هيبدأ يخليه يحس انك مش مهتم بيه، ولا هو فارق معاك، ولا انت مركز معاه اصلا، وهيحس ان الموضوع ده مقلل من قيمته قوي في نظرك انت. الحيلة التانية، ودي حيلة قوية جدا، لو انت قدرت تستخدمها مع الطرف التاني ده بشكل احترافي، اعرف ان الشخص ده هيفكر فيك طول الوقت، وباله هيفضل مشغول بيك، وهيفضل طول الوقت هو اللي يبادر ويحاول يتواصل معاك. وهو بكل بساطة انك تبقى عارف ان الطرف التاني ده بيحب ايه وبيكره ايه. انت حافظ كويس جدا ايه اكتر حاجة هو بيحبها وايه اكتر حاجة هو بيكرهها، وبكل بساطة هتبدأ تعمل كل حاجة الشخص ده بيكرهها او اي حاجة الشخص ده ما بيحبهاش. يعني تقدر تقول كده انك بتكلم شخص هو ما بيحبش انك تكلمه، او تخرج مع شخص هو ما بيحبش انك تخرج معاه، او مثلا انك تروح مكان هو منعك انك تروح المكان ده. ولكن بعيدا مثلا عن انك تخرج مع شخص هو قالك ممنوع تخرجي مع الشخص ده، او انت مثلا تروح تخرج مع واحدة هي قالت لك ممنوع تخرج معاها، لان في الوقت ده الموضوع هيتسمى خيانة، ولما الموضوع يتسمى خيانة يبقى كل اللي احنا بنعمله ده في الفاضي. ولكن حاول على قد ما تقدر، مثلا انت ممنوع تخرج مع اصحابك
لا لازم اخرج مع اصحابي. ممنوع انك ما تروحيش المكان ده، لا انا بروح المكان ده عادي جدا وبقعد ومزاجي حلو عادي جدا كأن مفيش اي حاجة. فمن الطبيعي جدا ان الطرف التاني ده هيبدأ يتعصب عليك ويبدأ يقولك انت بتعمل كده ليه؟ مش انا قلت لك 100 مرة ما تروحش المكان ده؟ مش انا قلت لك 100 مرة ما تخرجش مع ده وما تخرجش مع ده؟ مش انا قلت لك 100 مرة ما تعملش الحاجة دي؟ انت ليه مصمم انك تعمل الحاجة اللي انا بكرهها؟ وتحس في الوقت ده ان بيبدأ يقلب عليك الترابيزة بشكل كبير جدا. فانت في الوقت ده هتبدأ ترد عليه بكل بساطة وتبدأ تقول له ايه؟ على فكرة انت مش موجود، انت اصلا ما بتردش عليا، انت اصلا ما بتتكلمش معايا، انا اصلا ما بشوفكش، انا اصلا ما اعرفش عنك حاجة، انا طول الوقت مش لاقيك اصلا ولا عارف انت موجود فين ولا بتعمل ايه. طبعا في الوقت ده ردة فعله معاك انك هتلاقي الطرف التاني ده بيحاول بقى يقلب الترابيزة عليك، وكأن الفكرة او الحوار اللي انت عملته ده جاله على الطبطاب، فيبدأ في الوقت ده يطلع عليك القديم والجديد ويبين لك انك غلطت بشكل كبير جدا وغلطت غلطة لا تغتفر. فانت هترد عليه بكل بساطة وتقول له ايه؟ على فكرة الاسلوب اللي انا بستخدمه ده هو بسبب التجاهل اللي انت بتعمله معايا، بسبب برودك معايا، بسبب معاملتك ليا، بسبب حاجات كتير انت بتقدمها في العلاقة، وبسبب عدم احترامك ليا وعدم تقديرك ليا. النقطة اللي بعد كده واللي هتساعد الطرف التاني ده ان باله يفضل مشغول بيك ويفكر فيك طول الوقت. غير كمان انك هتلاقي الطرف التاني ده بيراقبك طول الوقت سواء من خلال السوشيال ميديا او على ارض الواقع، ودي نقطة مهمة جدا عايزك تركز فيها. انت مثلا بعت للطرف التاني ده رسائل، بتحاول تتصل بيه ما بيردش عليك، بتحاول تكلمه شات ما بيردش عليك، ولكن هتيجي في وقت من الاوقات من الطبيعي انك تلاقيه بيرد عليك، يعني بيرد بعد ما تبعت رسالة بيوم، بيرد بعدها بساعة، بعدها بساعتين، او بيرد مثلا بعدها بتاني يوم او تالت يوم. عامة الوقت اللي هيرد عليك فيه حاول تفتح الشات وما تردش، حاول انك ما تتكلمش ولا كأنك شايف اي حاجة. من الطبيعي هو بيرد عليك وبيفتح الشات علشان عارف انك هتعاتب، عارف انك هتفضل بقى كلام كتير من اللي هو متعود عليه. انت ليه ما بتكلمنيش؟ ليه ما بتردش عليا؟ ليه متجاهلني؟ انت لسه فاكر ترد عليا؟ الرسالة دي مبعوثة من يومين، اتصلت بيك كتير ما عبرتنيش، والعتاب اللي انتوا عارفينه ده. ولكن انت مش هتعمل كده، هو طبعا متوقع انك هتعمل اكتر من كده كمان، ولكن انت مش هتعمل ده. انت هتسكت خالص، بتقرأ الشات وما بتردش ولا بتقول له اي حاجة. والخطوة اللي بعدها هتبدأ بكل بساطة انك تقطع التواصل تماما، انك تبدأ تختفي، ما تردش على الرسائل بتاعته، ما تردش على المكالمات بتاعته. طب ليه هو هيعمل كده؟ لان بكل بساطة قبل ما يقرأ الرسالة بتاعتك وحط في باله انك هتعاتب وانك هتتكلم كتير وانك هتفضل تقول الكلام اللي كل مرة انت بتقوله لما بيتأخر عنك في الرد. فبالتالي لما يلاقي ردة فعلك انك فتحت مثلا المسج او فتحت عليه الاتصال بتاعه ولكن ما ردتش ولا اتكلمت، وبعد كده قفلت الاتصال او بعد كده خرجت من المحادثة ولكن اختفيت تماما، ولا بتتواصل معاه ولا بتحاول انك تتكلم معاه ولا اي حاجة من هذا القبيل، فبالتالي كل حاجة هو كان حاسس بيها ما حصلتش، لا عاتبت ولا اتكلمت ولا قلت اي حاجة من اللي كان بيفكر فيها او اللي كان بيحسب لها. فبالتالي الاسلوب ده هيخليه يفكر فيك باستمرار وعايز يعرف ايه السبب. هو خلاص انت خرجت من حياته ولا ايه؟ خلاص انت نهيت العلاقة ولا ايه؟ ولا اسلوبك ده علشان انت بتعاقبه مش اكتر من كده او علشان انت زعلان؟ المهم ان الشخص ده فيه افكار كتير هتفضل رايحة جاية في دماغه طول الوقت، فبالتالي الاسلوب ده هيخليك كل يوم يفكر فيك اكتر من اليوم اللي قبله. من الحيل برضو الجميلة جدا اللي بتساعد ان الطرف المتجاهل ده يفكر فيك باستمرار وباله يفضل مشغول بيك هي فكرة انك هتبدأ برضو تبعت للشخص ده رسالة وتبدأ تقول له فيها على فكرة انت ما كنتش قد الثقة اللي انا اديتها لك، انا كنت فاكر انك مختلف عن باقي الناس، انا كنت فاكر انك حد مختلف تماما عن الناس اللي عرفتها في حياتي او الناس اللي شفتها في حياتي، ولكن انا اكتشفت عكس كده تماما. بعد كده ما تبعتش اي رسائل تاني ولا تحاول تتواصل تاني ولا تحاول انك ترسل اي رسائل فيها عتاب ولا تتصل ولا الجو ده خالص. هيبدأ الشخص ده يدخل وقتها في حالة من الاسئلة المستمرة ويبدأ يسأل نفسه مثلا هل الشخص ده خلاص نهى العلاقة؟ ولا الشخص ده بس بيقول كده علشان خاطر ارد عليه؟ بعد ما بتبدأ تبعت الرسالة اللي قلت لك عليها
انا عايزك تختفي تماما. ما تحاولش انك تبان قدام الطرف التاني ده، وحاول على قد ما تقدر وانت بتختفي ما تبعتش اي رسائل خالص، لان الاسلوب ده بكل بساطة هيساعد الطرف التاني ان كل يوم يفكر فيك اكتر من اليوم اللي قبله، وتلاقيه دايما مستني منك رسالة بفارغ الصبر. ولو انت عايز ان الطرف التاني ده يفكر فيك باستمرار، وان يجري وراك، وان باله يكون مشغول بيك 24 ساعة ويعمل لك كل اللي انت عايزه، فمن فضلك بعد اذنك اعمل النقطة اللي انا بقولك عليها دي، ودي حاجة مهمة جدا. لو انت شايف ان الطرف التاني طول الوقت بيطلب منك خدمات، او بيطلب منك مثلا علاقة، او بيطلب منك صورة، او بيطلب منك مثلا حاجات معينة، حاول على قد ما تقدر انك ما تنفذش ده. لو عايزه يفكر فيك وعايزه يعاملك باحترام وعايزه يعاملك بتقدير، حاول على قد ما تقدر انك ما تنفذش ده. مش كل حاجة هو بيطلبها منك تنفذها، مش كل حاجة هو بيقولك عليها انك تبدأ تعملها. لو انت عملت كل حاجة بيقولك عليها، يبقى ليه هيفكر فيك؟ ولا ليه هيبادر؟ ولا ليه هيشغل باله بيك اصلا؟ ما كل حاجة هو بيطلبها انت دايما بتقول شبيك لبيك، دايما بتعمل له كل اللي هو عايزه. لا، لازم يكون في شيء من الغموض، ولازم تهدى على نفسك شوية، وتحاول على قد ما تقدر انك تعدل من اسلوبك وتعدل من سلوكك ومن طريقتك مع الطرف التاني ده، وتكون قوي الشخصية اكتر من كده، وتحاول تبين ان مش كل حاجة انت بتقول عليها انا هعملها. لا بالعكس، انا بعمل اللي في مزاجي وبعمل اللي انا عايزه، مش اكتر من كده. وخليك دايما متأكد ان عزتك دايما لنفسك، وان كرامتك هي من كرامة نفسك. فلو حافظت على عزة نفسك، وحافظت على كرامتك، وحافظت على هيبتك قدام نفسك، وحبيت نفسك بشكل كبير جدا، الطرف التاني والناس اللي حواليك عامة هيدوك الهيبة اللي تستحقها، والكل هيحترمك وهيخاف ان يخسرك.